نائبة البرلمان الدكتورة أنيسة حسونة فنون مع نيفين محمود على ميجا اف ام. احنا الستات تفاصيل حياتنا كتير، تفاصيل ما نقدرش نستغنى عنها ولا نتحرك من غيرها. شايلين أفكارنا، أحلامنا وأسرارنا في شنطة، وكمان شايلين فيها همومنا وهموم أهلنا وناسنا. قالوا بيسألونا في الآخر شنطة الستات كبيرة ليه؟ برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج نون. ضيفتي النهاردة أنا من كتر ما أنا قعدت بذاكر، أنا كنت لسه بقول لها أنا قعدت أذاكر، قعدت أشوف أنت بتعملي إيه وإيه اللي وصلك للنقطة دي، وكنت بتحلمي ده. أنا حتى ما كنتش عارفة قبل ما أقابلها النهاردة الحلم بتاعها ابتدى منين وفين. فالنهاردة اسمحوا لي إن أنا بقى اللي هدور في شنطتها علشان أنا اللي عايزة أكتشف أسرارها. النهاردة معانا ست مصرية ثرية، شنطتها كلها غنى لأنها مليانة طموحات ومليانة محطات مهمة جدا، مناصب مهمة ومسؤولة، وفيها مسؤولية كبيرة جدا كمان تحملتها عن المرأة المصرية. فهنتكلم النهاردة مع الدكتورة أنيسة حسونة، وطبعا هي عضوة في البرلمان المصري مع شوية وظائف كتير قوي معاها، بس هنتكلم واحدة واحدة. فمساء الخير. أهلا، مساء النور. أنا شاكرة بجد على المقدمة دي، وأرجو أكون عند حسن الظن يعني للي هيستمعوا لنا إن شاء الله. حضرتك عند كل الظن. زي ما كنت بقول أنا من كتر البحث ورا حضرتك سابني قدام السؤال ده بيحمل حيرة كبيرة، وأعتقد إنها ما تخصنيش لوحدي لكن تخص كتير قوي من الستات والبنات المصريات. ليه الستات العظيمة في مصر ما بيتعرفش عنهم كفاية؟ ده أول سؤال هبتدي بيه. أولاً أنا عايزة أقولك إن عدد الستات الناجحات اللي أنجزوا في حياتهم سواء كانوا بيعملوا خارج المنزل ولا لا كبير جداً بالملايين. لكن زي ما بتقولي حضرتك مش كل الناس بتبقى عارفة الناس دي تعمل إيه، وأنا حاسة إن جزء من واجبي الآن كعضو في مجلس النواب إن أنا أساعد إن الناس تبقى في المقدمة، أن السيدات اللي بينجزوا، إن الست اللي بتستحمل ومحتاجة مساعدة، إن الست اللي بتدعم أسرتها. يعني ملايين السيدات في مصر، إحنا نص المجتمع ده، وكلهم ناجحات ومميزات. بالنسبة لي أنا كانت نقطة البداية عندي هي الملحوظة اللي أنا عايزة أقولها. أنا دايما بعتز إن أنا دايما أقول إن أنا اسمي أنيسة عصام حسونة. إحنا 4 بنات، 4 أخوات يعني شقيقات، ووالدي هو يعني البذرة ابتدت من هناك، من والدي ووالدتي. والدي الله يرحمه كان هو وزير العدل اللي ألغى تنفيذ حكم الطاعة بالقوى الجبرية، اللي هو اعتبر يعني حركة تقدمية جدا ومستنيرة، إن ما بقاش فيه المنظر اللي كنا بنشوفه في الأفلام إن الضابط بيجرجر الست من شعرها عشان تروح بيت جوزها لتنفيذ حكم الطاعة. والدتي كانت سيدة عاملة، وقصة الحب بين والدي ووالدتي كانت ملهمة لينا جميعا. طريقة المعاملة، الجو المستنير داخل المجلس وتشجيعنا على الإنجاز، كل ده أثر فيه. هو ده اللي أنا عايزة ابتدي منه فعلا، وهو الأب. حضرتك ابنة لأب مميز، أب بيدافع عن المرأة، وزي ما حضرتك قلتي هو لغى قرار الطاعة الجبرية للمرأة. فبيت زي ده وأب زي ده أثر فيكي أنت إزاي، وأثر كمان في دورك تجاه المرأة إزاي؟ أنا اتربيت بقى في الجو المستنير ده، الجو اللي هو كل حاجة بالتفكير وبالعقل وبالمناقشة. يعني عمرنا ما حسينا أن والدي أو والدتي في نوع من القهر وإنك لازم تسمعي الكلام بغض النظر مقتنعة ولا لا. كانت كل حاجة بتطرح للمناقشة في جو ودي. وبالتالي أنا اتعلمت إن زي ما صلاح جاهين كده بيقول البنت زي الولد، المهم الكفاءة، المهم يبقى ليكي دور. وناس كتير متخيلة إن أنا وإخواتي كلنا نفس القصة. أنا إخواتي في مراحل مختلفة اختاروا التخلي عن العمل من أجل المنزل، وأنا الوحيدة لغاية دلوقتي اللي بشتغل. فأنا مؤمنة بأن المهم تبقى الست أو المرأة عندها مجالات للاختيار، وهي حرة تختار إيه اللي بيحقق أكثر سعادتها، إيه اللي بيخدم أسرتها. وأنا برضو حتى في حالتي ابتديت أبقى يعني مشتركة أكثر في العمل العام وفي النشاط الخيري بعد ما بناتي كبروا ودخلوا الجامعة. احنا تربينا برضو على كده، إن والدتي كانت دايما تقول الست هي عمود البيت، هي المسؤولة عن نجاح الأسرة، وهي امرأة عاملة ناجحة. لكن احنا تعلمنا كده ان في أولويات. وانا لغاية دلوقتي لو تخيريني بين زوجي وبناتي وأحفادي وبين أي حاجة تانية هختارهم هم بدون أي تردد. مع كل الوظائف والمسؤوليات اللي تحملتيها في حياتك هتختاريهم هم بس؟ طبعا. بصي أنا يعني سعادتي في سعادتهم، وطبعا وإخواتي وأزواجهم وولادهم، يعني عائلتي الصغيرة دي. الناس برضو ساعات بتتخيل غير كده عن يعني السيدات اللي ممكن يعتبروا أنهم حققوا نجاح. أنا مشورة جوزي بالنسبة لي هي أولوية قصوى، ولا أرتاح إلى أن أنا أفعل شيء هو مش راضي عنه.
لان انا عارفه ان هو ورا نجاحي ده، هو اللي دايما كان بيدفعني ويقول لي بعد والدي ووالدتي الله يرحمه، هو اللي بيقول لي لا كملي، لا انت قادره تعملي. يعني في احيان كتيره زي اي حد تاني ممكن تتراجعي شويه تقولي انا تعبت، الموضوع ده مش هينجح، لكن هو عمره ما استسلم للشعور ده، ودايما يقول لي لا انت قادره، انت بيتهيألك. فانا بدين له حقيقي. بس انا يهمني برضو في النقطه دي اعرف البدايه، انت برضو اخترتي زوجك النوعيه دي من الرجاله المصريين، بس في نفس الوقت اللي يسمحوا بمجال العمل للمراه ويشجعك، ولا جت بالصدفه ولا ايه؟ والله يعني انا اللي سمعته، احنا تعرفنا في ظروف اجتماعيه يعني بالصدفه يعني، وما كانش يعني مش متقدمين لبعض كمشروع زواج، وبعدين لما تعرفنا ببعض وبقت في مشاعر وكده وانا اتخطبنا، انا سمعت من اصدقائه جميعا قبل كده ان كانت شروطه في الزواج ان تبقى زوجته لا تعمل، زوجته بيضاء البشره، وزوجته عينيها ملونه خضراء او زرقاء. فهم كانوا دايما يضحكوا ويقولوا ده دليل ان انت فعلا يعني حبيتها، لان انت خالفت كل القواعد اللي انت حطيتها. وهو فعلا هو من ساعه ما احنا يعني اتخطبنا وتزوجنا بعد كده وانا بشتغل، وعمره ما قال لي ما تشتغليش، وبالعكس يعني ربنا يخليهولي هو على طول سعيد بنجاحي. يعني احنا الاثنين بندعم بعض، احنا ما فيش فرق بيننا معنويا ومشاعرا وماديا. ما في عمري ما شفت عارفه دي بتاعتي ودي بتاعتك، لا 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 لا، احنا مرتبطين جدا. وانا الحقيقه سعيده لان هو في عيلته كان كده، وانا في عيلتي كان والدي ووالدتي كده، وبناتي نقلنا لهم نفس الشعور ان انت وزوجك شيء واحد يعني. أنا حابة أرجع برضو لنقطة في طفولة حضرتك والأسرة اللي تربيتي وسطها. حضرتك بتقولي إنك بنت وليكي 3 بنات كمان إخوات، بس أنت الوحيدة اللي كملتي تشتغلي في نفس البيت برضو اللي حمل الدفاع ده عن المرأة، والأم كانت بتعمل، لكن إشمعنى أنت اللي كملتي؟ يعني أنت كان عندك حلم وأنت صغيرة، شفتيه إمتى وكان إيه الحلم بتاعك؟ أنا كان عندي حلم من وأنا في المدرسة. أنا الحمد لله طلعت من 10 الأوائل على الجمهورية في الثانوية العامة، وكنت عايزة أدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ثم ألتحق بوزارة الخارجية، وفعلا عملت كده بالملي. ونجحت، طلعت من الأوائل في الكلية كمان، ودخلت امتحان الخارجية وطلعت الأولى في دفعة الملحقين الدبلوماسيين في السنة اللي أنا دخلت فيها الامتحان، والتحقت بوزارة الخارجية شوية. بس اللي حصل ساعتها كان معروض عليا وظيفة تانية يعني حتى تظهر نتيجة الخارجية، وهي في الجامعة العربية. وأنا طبعا زي الجيل بتاع السبعينات كله كان متشبع بفكرة القومية العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وكده. فلما كان عندي الوظيفتين فضلت شوية مترددة، ثم حسمت أمري وكملت في جامعة الدول العربية لفترة لغاية ما قفلت يعني، ثم ذهبت أماكن أخرى يعني. فأنا كان الفكرة في مخي يعني، كنت أنا عندي حلم كده عايزة أحققه، وبعدين أنا كنت بحس بما إني أنا الكبيرة في إخواتي ان انا مسؤوله ان انا اللي امثل والدي يعني. هو ما كانش عنده، ما فيش لنا اخوات ذكور، فانا الابنه الاولى اللي هو دايما كان يكلمها في السياسه ويكلمنا كلنا. بس انا تحمست وبقيت سعيده بفكره ان انا بحمل اسمه، وان انا لما بحقق نجاح بيتقال دي بنت فلان اللي عملت كده. فبحس انه نوع من رد الجميل لوالدي ووالدتي ان انا انجز يعني نوع من النجاح. وكان الحمد لله انا برضو كنت محظوظه ان انا لما تزوجت وانجبت بناتي كنت لسه عايشه مع والدي ووالدتي، فاخواتي ما كانوش لسه اتجوزوا، فشالوا معايا هم ووالدتي المسؤوليه في الاول. هم لما جم ظروف حياتهم كانت مختلفه عن الظروف بتاعتي، هم لما اتجوزوا كانوا على طول مستقلين في بيوتهم، واحده منهم سافرت مع زوجها، فهم كان ده اختيارهم برضو ان هم لا جم عند لحظه ونتيجه للسفر او نتيجه لمسؤوليات اخرى عائليه قرروا ان هم ما يكملوش. لكن المهم اللي والدي كان دايما يقوله والدتي، المهم ان البني ادم يبقى سعيد، يعني يفعل ما يريد بحيث يرضي طموحه سواء داخل البيت او خارج البيت. فده السبب. وطبعا والدي شجعني ووالدتي ثم زوجي كمان ساعدني ان انا اكمل. يعني معظم الحاجات اللي عملتها في المجتمع المدني والوظائف التانية جت بعد زواجي، فطبعا الفضل ايضا يرجع له. اصل احنا متعودين في مصر ان احنا الست لما بتقرر انها تشتغل وكمان تنجح فبيبقى قدامها سلم من سلمين، يا سلم الارتقاء في الوظيفة والعمل، يا إما سلم الحياة الزوجية والأسرية. فأنتي جمعتي ما بين السلمين في اتجاه واحد. الحمد لله. بس هقولك حاجة، لو ما كنتش أنا عندي دعم أسري من زوجي ثم من بناتي ما كنتش هقدر أعمل كده، لأن أنا
يتعسني ان انا اعمل حاجه تكون تؤدي الى تقصير ناحيتهم. البني ادم، او انا يعني اعتبر كده، بني ادم ما بيقدرش يمشي لوحده، لازم تبقى في جو دافئ حواليكي وجو مشجع. ما بقولش ان الناس ما بتحصلش بينها اختلافات، كل الناس بتحصل بينها اختلافات، لكن المهم الجوهر. هل انا عايز زوجتي تبقى ناجحه؟ انا عايزه زوجي يبقى ناجح، فانا بحاول اساعده، لان انا برضو بساعد، يعني احنا الاثنين بنساعد بعض. اعتقد ان هو ده اللي خلاني انجح. المعادله صعبه، ومع تربيه اطفال وان انت تبقي مسؤوله عنهم وانهم ينجحوا هم كمان، دي الجايزه، ان هم ينجحوا هم كمان في حياتهم المهنيه وفي حياتهم العائليه. فالحمد لله دي نعمه كبيره من عند ربنا. نروح لخانة تانية في الوظيفة في البطاقة لدكتورة أنيسة حسونة، وحضرتك كنتي أول سيدة يتم انتخابها للأمانة العامة للمجلس المصري للشؤون الخارجية. أولا أنا ما كنتش فاهمة إحنا ليه عندنا منظمة أهلية بتهتم بالشؤون والعلاقات الخارجية، إيه أهميتها أو إيه اللي ما بتعملوش الدولة فبتحققوا المؤسسة الأهلية هنا؟ أولا دي مش وظيفة لأنه عمل تطوعي تماما، ده عبارة عن ما بيسموه جمعية أهلية أو مركزا للفكر. أعضاؤه العاملين أو المهتمين بقضايا الشؤون الخارجية المصرية وكل ما يرتبط بيها، العلاقات الخارجية إزاي بتأثر على العلاقات الاقتصادية، على وضع مصر في العالم، وده له في مراكز مشابهة لكده في جميع أنحاء العالم تهتم بقضايا الشؤون الخارجية. فده مركز غير حكومي، ده مركز أهلي لكن له وضعية محترمة جدا. جميع ضيوف مصر الأجانب بيجوا يتحدثوا فيه، له أوراق بيطلعها عن علاقات مصر الخارجية. السبب إن أنا انضميت للمجلس ده تقريبا كان سنة 2000، هو أنشئ 1999 وأنا انضميت بعدها بكذا سنة، حاجة بسيطة يعني في أوائل الألفية الثانية. إن أنا كنت عايزة أحقق اللي ما لحقتش أحققه في وزارة الخارجية. أنا بحب قضايا الشؤون الخارجية، وأنا متخرجة يعني الميجر بتاعي تخصصي الرئيسي هو العلوم السياسية، وكان دايما بناتي يلوموني إيه ما يعني ليه سبتي الخارجية، وزملائي اللي كملوا ما شاء الله كلهم يعني في مراتب عالية جدا في وزارة الخارجية اللي كانوا معايا في نفس الدفعة. فأنا لما أنشئ المجلس ده وسمعت عنه رحت وتقدمت، وحتى لما تقدمت فضلت فترة بقى لجنة العضوية وبتشوف وكده، بقينا قبلوني كعضو، وبقيت منتظمة جدا في حضور الاجتماعات، بحضر وبسمع وكل حاجة. فجي في لحظة ما كان في تغيير التجديد كل سنتين، مجلس الإدارة اللي بينتخب 6 سنين كل سنتين بيسقط ثلثه وينتخب ناس جداد. فأنا قررت، سألت زوجي قلت له أنا نفسي أدخل مجلس إدارة بالانتخاب، فدي كانت أول معركة انتخابية يعني أدخلها في حياتي. فهو قال لي جربي. قلت له طب ولو ما نجحتش؟ قال لي طب وإيه يعني هتبقي يعني جربتي، مش هيبقى فشل يعني عادي. لا ما أنا كنت قلقانة من كده لأن أنا كنت طالبة مجتهدة، فكنت من الأوائل في الثانوية العامة، الأوائل في الكلية، يعني بخشى برضو فكرة إن أنا يعني ما تبقيش الأولى. وبعدين ما كانش فيه سيدات خالص في مجلس الإدارة ده. فأنا تقدمت على ال3 مراكز اللي كانوا فاضيين، ما نجحتش، خدوا 3 تانيين وكنت أنا نمرة 4، فما أصابنيش الدور زي ما بيقولوا. فقلت خلاص يعني أنا حاولت. فسبحان الله ساعات القدر كده صدر بعدها القانون الجديد بتاع الجمعيات الأهلية 84 سنة 2002، فألزم جميع الجمعيات الأهلية بإعادة انتخاب كل مجالس إداراتها من الأول وجديد. فزوجي شجعني قال لي طب يا أنيسة ادخلي تاني، فقلت له لا 2 ورا بعض. قال لي لا ادخلي ما يهمكيش، وانت هتقفي تقولي، كل واحد كان بيقف يتكلم دقيقة أو دقيقتين يقول هو ليه عايز يدخل مجلس إدارة. ففعلا قمت تاني دخلت الانتخابات دي ونجحت، فكنت أول سيدة تنتخب عضو في مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية، وانتخبت كمان داخل المجلس كأمين عام. فشغلت منصب أمين الصندوق لمرتين، ثم دلوقتي بقى أشغل منصب الأمين العام وهو المنصب الثالث في مجلس الإدارة. بس ليه برضو فكرة أو جملة أول سيدة يتم انتخابها للأمانة العامة يدينا انطباع بالتمييز، تمييز حتى سلبي للمرأة في المؤسسة الأهلية؟ كانت كل المجلس رجال، وأنا قعدت فترة السيدة الوحيدة. دلوقتي في سيدتين أخرتين في المجلس بالانتخاب في هذه الدورة من الانتخابات اللي حصلت السنة اللي فاتت في 2015 يعني، لكن هو الأول كان كله رجال، ما كانش فيه سيدات أساسا يعني، بالرغم من عضوية السيدات في الجمعية العمومية للمجلس يعني كأعضاء، لكن ده اللي حصل، ما كانش فيه سيدات يعني. فدي برضو كانت خطوة بالنسبة لهم يعني. أنا مش فاهمة ليه محسسيني إن هي خطوة يعني كبيرة جدا بالنسبة لهم. طبعا بصي خلينا نعترف، حتى في مجلس النواب دلوقتي الناس عندها إحساس، بالرغم من عدد السيدات بيمثل أكثر من 14% من أعضاء مجلس النواب، ومع ذلك بينظر من الغالبية للمرأة بصفتها طيب ما انتوا خدتوا حقوق كفاية يعني، ما بينظرش لها على قدم المساواة. لا خلينا نكمل تنقلات مع حضرتك في المشوار بتاعك.
نروح لسنة 2014. حضرتك تم اختيارك ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم. المرأة القوية في مصر هي مين؟ والله أنا بالنسبة لي أقوى دي أحيانا تعطي انطباعات غير صحيحة. أنا كان تكريمي في الفئة بتاعة العمل المدني والعمل الثقافي، يعني تغيير العقلية السائدة، النشاط في المجال ده، وأنا طبعا سعيدة بكده. أنا أعتقد أنه هو كان كل السيدات الفضليات اللي كانوا معايا في القائمة من جميع أنحاء العالم العربي كلهم كانوا أنجزوا في مجالاتهم، يعني عبارة عن أن أنت في مسيرة مهنية ناجحة كان لك أثر إيجابي على الناس اللي حواليكي، حاولتي تعملي حاجة كويسة وده انعكس إيجابا على حياة الناس. فأعتقد هو ده القوة، القوة مش بالمعنى اللي الناس أحيانا بيجي في ذهنها، القوة بمعنى الأثر الإيجابي. لا، وإحنا هنا في مصر كمان عندنا مفهوم، مش عايزة أقول إن هو ملتبس، هو مش مفهوم مش مفهوم للمرأة القوية في مصر. تقدري تقولي إن هم شايفيننا إزاي نبقى قوية وإحنا شايفين نفسنا إزاي نبقى قوية؟ بصي، هو حتى كلمة أنا دايما ما بحبش استخدمها لما ظهرت اللي هي empowerment، إنه يقول لك تمكين المرأة، لأن دي في الثقافة الشعبية المصرية تمكين يعني أنت لما تتمكن، يعني عارفة المثل بيقول لك يتمسكن لغاية ما يتمكن، اللي هي فيها نوع من الجبروت، وده مش حقيقي. أنا رأيي إن المرأة المصرية على جميع المستويات قوية لسبب بسيط، هي اللي شايلة العيلة، هي اللي بتربي، هي اللي بتنزل الصبح وتركب المواصلات وتروح الشغل وترجع تطبخ وتذاكر وتنيم وتصحى بدري أكتر من أي حد عشان تاخد بالها، وكمان وراها واجبات اجتماعية، جوزها عايز يزور عيلته يزوروا عيلتها، يجي لهم أصحابهم. فأنا رأيي إن ده المخلوق اللي يقدر يعمل كده وهو المرأة، هو بطبيعته قوي. من القوة مش ضروري تبقى ظاهرة أو خارجة، أو إن أنا بزعق، أو إن أنا بخبط بإيدي على الترابيزة، أو إن أنا بطلع أخطاء غيري، مش دي معاني القوة، أو إن أنا بسيطر. القوة في مدى احتمالي لصعوبات الحياة، القوة في مدى تحملي للمشاكل اللي بتحيط بعيلتي، بمشاكل الزواج نفسها، بمسؤولية الأطفال ومدارسهم. وبين عايزة أقول لك حاجة، أنا دايما أقول إن الرجالة ما جربوش أبدا يعني إيه الولادة، يعني إيه الألم ده. الألم ده أنا دايما كنت أفتكر قصة، أعتقد كانت حاجات من الأدب الروسي القديم، كانت سيدة في نزاع في الجيش الروسي أو حاجة زي كده، وفي نزاع مع زميلها، فبيقول ألم الأسنان ده أفظع حاجة. قالت له هل في راجل يقدر يوصف الألم اللي هو الأم بتستحمل؟ محدش يعرفه. والمثل الشعبي برضو هرجع له، لما كنتش بصدق فيها الأمثال الشعبية دي زمان، بس تلاقيها نتاج تراث كده متراكم، لما يقول لك ده تخليص روح من روح. يعني كانت دايما زمان الجدات زمان يقول لك ده تخليص روح من روح. فانت تخيلي الألم بتاعت ان انت بتفصلي روحين. فالمرأة قوية بطبعها، المرأة حمولة، المرأة شيالة هموم ولا تيأس، وتلاقيها هي الابتسامة برضو اللي في العيلة. أنا بالنسبة لي هي دي المرأة، وهي اللي بتقويهم، صح؟ هي مصدر قوتهم كلهم. طبعا كلامك مظبوط طبعا. حضرتك برضو رئيسة لمؤسسة اسمها نساء من أجل السلام عبر العالم. فإحنا كستات بقى من خلال المؤسسة دي إزاي نقدر، أو حضرتك شايفة رؤيتك إزاي إن إحنا نقدر نقنع الرجالة اللي قادوا حروب وراحوا احتلوا دول وتلاعبوا مصالح لمصلحتهم هم الشخصية، ازاي بقى نقنعهم بالسلام احنا كستات؟ بصي، انا عضوة فيها، بس وانا عضو في عدة منظمات بتشتغل من اجل دور المرأة في اقرار السلام، وده كله استنادا في قرار شهير للأمم المتحدة اسمه القرار 1325، اللي هو بيقول باختصار ان النساء هم اكثر من يعاني من الحروب والنزاعات المسلحة، هم اللي بيتم اغتصابهم، هم اللي بيتركوا في المنزل لوحدهم وازواجهم تذهب للقتال، هم اللي بيبقوا مسؤولين عن العيلة، هم اللي بيتعرضوا لكل المشاكل زي ما احنا حتى بنشوف دلوقتي في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. مين اللي بيتعذب وشايل أطفاله على كتفه؟ المرأة. فالقرار ده كان بيقول إن لازم لما تيجي تعملي مائدة المفاوضات عشان تعملي تسوية يبقى النساء يمثلوا على مائدة المفاوضات، ده أقل ما يجب يعني. فاللي بيحصل لغاية دلوقتي إن النساء لا يتم تمثيلهم. وأنا كان ليا الحظ من 3 أسابيع أو شهر إن أنا كنت في اجتماع في نيويورك، وحضرت اجتماع مصغر مع الأمين العام للأمم المتحدة، وأنا قلت له كده، قلت له ليه النساء لغاية دلوقتي لا يمثلنا؟ على الأقل أنا قلت له أنا عايزة حد أدنى 35% من اللي قاعدين على الترابيزة بتاعة المفاوضات يبقوا نساء. قلت له أنا عارفة لو قلت لك 50% هتفصلني، فأنا قلت لك في الحد الأدنى هو 35%، ودي الرسالة اللي أنت لازم تنقلها للأمين العام الجديد، لأن السنة الجاية طبعا هيبقى في أمين عام جديد. فالنقطة إن أنا مؤمنة
إن المرأة بتكوينها هي اللي بتعاني في الحروب والنزاعات، هي قادرة في الحياة العادية على التوافقات أو اللي الناس أحيانا بتسميه الكومبرومايزز، مستعدة تاخد وتدي، لأن هي في الآخر حريصة على الحياة، حريصة على الاستمرار أكثر من الرجل، لأن هي مصدر الحياة في عالمنا. فأنا مهتمة بالنقطة دي جدا. ثانيا طالبته أيضا، ليه حضرتك لما بيبعت، عارفة اللي هو بيقولك مبعوث الأمين العام إلى منطقة كذا اللي فيها نزاعات أو كده، دايما راجل. ليه ما بتبعتش سيدات؟ يعني حتى في منطقة الشرق الأوسط انت بتبعت ناس يشوفوا المآسي اللي في سوريا، المآسي اللي في اليمن، مفوض في ليبيا، ابعت لنا سيدات. وعندك في المنطقة نفسها ومن العاملين في المؤسسات الدولية سيدات على كفاءة ممتازة. فأنا مهمومة. أنا على فكرة عارفة مش مع فكرة إن أنا منحازة للمرأة فمش بفكر، لا، أنا بس منحازة لإعطائها الفرصة المتكافئة. لكن بعد كده حضرتك لما تيجي تختاري في وظيفة وتلاقي رجل أكثر كفاءة من المرأة، طبعا خد اللي أكثر كفاءة. أنا مش بتكلم في كده، أنا بتكلم في إنها إذا كانت تتمتع بالكفاءة والمؤهلات إذن هي لها نفس الفرصة، بس يعني مش أكتر من كده. يعني في الآخر الموضوع كله بالكفاءة، بس يتاح الفرصة وسيبون النافس. بالظبط أنت لخصتيها، هو كده، اعطيني الفرصة المتكافئة. وأنا على فكرة يعني لما نيجي نتكلم عن مجلس النواب، أنا مقدمة المشروع القانوني بتاع المفوضية بتاعت المساواة ومنع التمييز. احنا داخلين فعلا دلوقتي على البرلمان، احنا على العتبة. فاحنا بنتكلم في مرحلة تانية طبعا من مراحل ومناصب دكتورة أنيسة حسونة، وبنتكلم دلوقتي في البرلمان. حضرتك عضوة معينة من ضمن 14 عضوة من معينين مع 75 عضوة منتخبة، وده طبعا بالنسبة لنا ده إنجاز إيه يعني، احنا معديين يعني، نبص إيدينا وش وضهر. طبعا نسبة مشاركة كويسة طبعا ومعقولة في البرلمان المصري دلوقتي. ومع أول جلسة قعدنا بقى بنراقبها والحماس مالينا وبنشوفكم وانتوا بتحلفوا القسم وكل واحد بيعرف بيقول اسمه وكده، وفي الحماس ده كله ونلاقي بعض الناس وبعض من الرجال يسيبوا الموضوع كله والعمق ويدخلوا على الشكل والمظهر، يسيبوا الفكرة ويمسكوا في الكم ويقول لك لبس المرأة تحت القبة غير مناسب. تقولي لهم ايه؟ بصي أنا رديت إعلاميا على النقطة دي قبل كده، لأن أنا فوجئت بأحد الأعضاء المحترمين بيتكلم على ضرورة احتشام السيدات داخل مجلس النواب، وطبعا هذه ملاحظة غير مقبولة من حيث المبدأ. حضرتك لا يجوز لك ولا يحق لك ولا يليق إن حد يتكلم عن السيدات في مجلس النواب. السيدات في مجلس النواب منتخبات من دوائرهم اللي بتحترمهم واللي لقيت إنهم يليقوا، 14 سيدة المعينين بقرار كريم من السيد رئيس الجمهورية. وإحنا يعني دي فرصة إن أنا أقول إن هو حرص على إن يبقى نصف المعينين، قائمة المعينين من النساء، إحنا 28 منهم 14 امرأة. جميعنا نعرف تماما المظهر اللائق بطبيعتنا مش عشان مجلس النواب، ونعرف الأسلوب اللائق في الحديث. فإحنا الحقيقة هو العضو اعتذر بعد كده، وأنا أصريت مع رئيس مجلس النواب على إثبات اعتذاره في المضبطة، وإن الكلام ده هيتم حذفه لأنه لا يليق أن يوجد في مضبطة مجلس النواب المصري. هي النقطة ده لسه جزء من النظرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، النظرة السائدة. يعني السيد رئيس مجلس النواب الذي نجله ونحترمه، مرة لما طلبت الكلمة فقال لي سيادة النائبة انت أكتر واحدة اتكلمت من السيدات، فأنا قلت له سيادة الرئيس حياتك ما تصنفنيش، كلنا على قدم المساواة يعني. فالنقطة ان الناس لسه عندها إحساس ان 89 نائبة ده كتير قوي، وبعدين كويس يعني هيعوزوا ايه؟ يعني احنا داخلين منافسة اخرى او معركة اخرى اللي هي للأسف ما قدرناش ننجح فيها، وهو قبول مجلس النواب التوصية الاستشارية لمجلس الدولة بحذف السطر اللي كان بيقول تمثل المرأة تمثيلا مناسبا في أجهزة مجلس النواب، وقال لك في شبهة عدم دستورية، وانا طبعا بختلف تماما مع كده. مادة 11 في الدستور بتقول المساواة بين الرجل والمرأة. احنا صممنا على إثبات هذا في المضبطة، وان احنا هنعيد إثارة الموضوع تاني عندما يقدم للنقاش قانون مجلس النواب نفسه. أنا أثق في النوايا الطيبة لرئيس المجلس وهيئة المكتب اللي قالوا إحنا هنحرص ونراعي ذلك، وإن السيدات يبقوا دايما ممثلات، لكن بصراحة القواعد لا تعتمد على النوايا الحسنة، لأن البرلمان القادم نفترض أن رئيس المجلس القادم لا يؤمن بهذا الموضوع. فأنا بحب النصوص، خصوصا لما تكون مستندة إلى نص دستوري، خصوصا لما تكون مستندة إلى خطاب سياسي لرئيس الدولة بيقول
نحن المرأة لها مكانتها ويجب أن تمثل ونحترم إنجازها. بصي دي مسألة ثقافة. ده احنا هنا بنتكلم مع بنت وزير العدل. لا يعني مسألة ثقافة. أنا بزعل، أنت بتتكلمي منذ عقود كان هناك سيدتين محترمتين شغلتا منصب وكيل المجلس قبل الثورة وقبل يعني في السبعينات والثمانينات أو التسعينات حاجة زي كده. يعني الدكتورة زينب رضوان والسيدة أمال عثمان كانوا خدوا وكالة المجلس. فكرة أن تتقدم سيدة، أنا حاولت مش علشان أنجح لأن أنا ما كانتش في ذهني، لكن مجرد إثبات في المضبطة أن إحدى السيدات تقدمت إلى منصب وكيل المجلس بغض النظر عن النجاح أو الفشل. فإحنا محتاجين ننقل حكاية وضعية المرأة إن هي دي مش منحة ولا منة ولا مجاملة. حضرتك هي تستحق حقوقها حقها، فحضرتك اديها فرصة. اسمحي لي نتكلم في شوية أرقام في البرلمان. اتفضلي. من الجلسة الافتتاحية في 10 يناير ولغاية 17 مارس 2016 اتكلم 292 نائب، من بينهم 37 عضوة يعني 12% من إجمالي المتحدثين. قالوا 641 كلمة، منها 575 للنواب الذكور اللي هو 90% النسبة، يعني 66 كلمة للعضوات بواقع 10%. تعليقك إيه بقى على الأرقام دي؟ تعليقي ان احنا اسلوبنا في طلب الكلمه مختلف. يعني انت عارفه ليكي نظام وفقا للائحه في مجلس النواب ان حضرتك تتقدمي تكتبي على التابلت بالحجز الالكتروني ان انت عايز تتكلمي في الموضوع المعين وتحددي الجلسه وتحددي موضوع الحديث وتحددي كل حاجه. واضافه كده او تبعتي ورقه مكتوبه، كل ده قبل الجلسه ب 48 ساعه، او تبعتي ورقه مكتوبه، او اذا كان في مجال في الجلسه ترفعي ايدك، ده اذا استجاب لحضرتك رئيس الجلسه. اللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنلتزم تماما بهذه القواعد، الواحد بيسجل وبيطلب وكل حاجه. لكن اللي بيحصل ان بعض الزملاء الناس بقى صوتها بيرتفع، بتخبط على البنش او يعني مكان الجلوس، او بتنادي بصوت عالي جدا وتغضب وتنزل الى وسط القاعه، وكل ده كلام السيدات لا يقومن به احتراما منهم لتقاليد مجلس النواب وتقاليد العمل البرلماني. فاحنا اكثر ما نفعله هو ان احنا بنرفع ايدنا ونفضل يعني نحاول نلفت نظر رئيس الجلسه. والاجراء الوحيد اللي خدنا فيه خطوه اكتر من كده يوم ما كانوا عايزين يلغوا السطر ده، ان احنا وقفنا يعني احتجاجا اللي هو تهديدا بالخروج من القاعه، واحنا عددنا غير بسيط 89 سيده، عدد كبير يعني. فانا اعتقد ان دي، وانا قلت كده صراحه للسيد رئيس المجلس في احدى الجلسات غير المذاعه، ان يا فندم احنا بنلتزم بالقواعد ومفروض ان تصرفنا ده هو اللي ينعكس على تصرف الساده النواب. هل في الاخر التزامكم انتوا يخليكم في الاخر اقل الناس بتتكلموا في البرلمان؟ طبعا، لان السيدات انا عمري ما هقف اخبط على الترابيزه اللي قدامي وازعق واقول لا وانت مش سامع، لا اسلوبي ولا اسلوب اي واحده من النائبات الفضليات اللي معايا في المجلس. احنا لازم كلنا نلتزم بالقاعده بتاعه انا سجلت اسمي اذا سياتي دوري، ونلتزم. واحنا طالبنا رئيس المجلس بوضع الاسماء بترتيبها على الشاشه اللي خلفه، وبالتالي ما يبقاش في مكان لاشتعال الغضب من اي حد سواء نائب او نائبه ان هو تم تعديه. انا اعتقد ان كمان وجود اغلبيه النائبات والنواب هم يدخلوا يعني مجلس النواب او العمل البرلماني اول مره، كلنا بنتعلم. واعتقد ان المسائل هتبقى ايسر واسلس بعد تشكيل اللجان النوعيه، وكل واحد هيبقى عارف دوره الرقابي والتشريعي بدقه. انت طالبتي انك يبقى فيه لوبي نسائي، هل انت محتاجه لوبي نسائي؟ وليه الرجاله مش محتاجين لوبي في البرلمان؟ لا، احنا مش حكايه لوبي نسائي، من حكايه ان السيدات اكثر قدره على التفاهم في القضايا الرئيسيه. انا نائب مستقل، لكن في كثير من النائبات يا اما منضمين لائتلافات او لاحزاب، فطبعا هم برضو ملتزمين في التصويت باللي بيقرروا الحزب او الائتلاف، لكن هناك قضايا لا خلاف عليها لكن تحتاج الى تصويت. يعني انا مثلا لما تقدمت في نص دستوري في المادة 53 بيقول ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للمساواة وعدم التمييز. المساواة وعدم التمييز دي مش زي ما الناس فاكرة فقط بين النساء والرجال، لا، المساواة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة أو المنطقة الجغرافية أو الإعاقة، هو نوع من تحقيق العدالة بين المواطنين جميعا في تلقي الخدمات. الجميل ان القانون علشان يدخل على الجلسة العامة وما يحولش الى لجنة فرعية لدراسته، ان انت لازم تحصلي على الاقل على توقيع 60 نائبة ونائب يوقعوا لك ان هم يؤيدوا هذا القانون. فانا حبيت ان احنا نثبت ان هذا المشروع هام، فانا حصلت على 215 توقيع، يعني اكثر من ثلث اعضاء المجلس وقعوا معايا على قانون هو سينصف الجميع، ينصف المواطنين والمواطنين
المواطنات وينصف يعني بدون تفرقة وبدون تمييز. ودي البداية في أي مجتمع ناجح، إن حياتك تحسي إن حقوقك مش بتهدر، إن مفيش فرق علشان ده ابن فلان أو بنت فلان، أو إن ده يعرف فلان أو يعرف فلان، أو ده مسلم وده مسيحي، دي امرأة وده رجل. وأنا أملي كبير في إن هذا المشروع إن شاء الله يا رب يعني يتم مناقشته وإقراره، وإنه تنشأ هذه المفوضية التي يستطيع أن يلجأ إليها الناس بمظالمهم إذا كان حد عنده مظلمة ومش عارف يوصل يعني الفوضية دي ممكن أن تقوم بدور هام جدا. فأنا شايفة كمان كثير من النائبات والنواب متقدمين بتشريعات مختلفة كلها تهدف في الآخر إلى جعل الحياة أفضل في مصر بإذن الله. طيب نروح برضو لمحطة مهمة جدا جدا، وهي شغل حضرتك تقريبا 7 سنين مع واحد من أهم الشخصيات المصرية والعالمية وأكثرهم إلهاما، مش بس في الطب الحقيقة لكن كمان إنسانيا، هو طبعا دكتور مجدي يعقوب. فأنا عايزة أعرف برضو خبرة حضرتك في السياسة والاقتصاد، كل الخبرة المتراكمة اللي عمالين نتكلم فيها طول الحلقة، إزاي استعملتيها في المؤسسة دي اللي هي معتمدة بشكل كبير جدا على الطب والعلاج؟ بصي أنا يعني زي ما حضرتك بتقولي أنا ماليش خبرة طبية، بالرغم أن والدتي كانت طبيبة الله يرحمها. وساعة ما الدكتور مجدي سألني في الانترفيو لما طلبوا أن أنا أتقدم للوظيفة وقال لي وإيه بقى خبرتك في الطب، قلت له خبرتي الوحيدة أن أنا باعية فبروح أتعالج، لكن ما أعرفش حاجة تانية في الطب. لكن أنا برضو سعيدة أن أنا كنت دخلت معاه أوضة العمليات مرة وشاهدته يعني وهو يعمل. أنا أعتقد أن المؤسسة الناس حبتها ودعمتها لأنها شافت شغل على الأرض. أنا يعني بصلاتي المتواضعة وبعلاقاتي الممتدة في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرى، إحنا معتمدين زي ما حضرتك بتقولي مش بشكل كبير، إحنا معتمدين 100% على التبرعات. يعني المؤسسة أنا زي ما حضرتك بتقولي عملت فيها 7 سنين لغاية أول شهر فبراير الماضي. بتمنى لهم كل توفيق، وبس أنا يعني بالخبرة اللي اكتسبتها وبالسعادة اللي أحسست بيها في خدمة الناس اللي هو دايما نتكلم عنهم بس مش بنقابلهم، الناس اللي بتعاني من ظروف اقتصادية ومرضية صعبة، أدركت قد إيه دي مسألة مهمة وبتسعد اللي بيقوم بيها، لأنه بيحس إنه هو عمل حاجة كويسة وساعد الناس على الأرض. ومنظر الأم أو أب معهم طفل مريض في أي حتة في مصر سواء بالقلب أو بأي حاجة تانية، في شيء أهم من كده إن أنت تقدري تساعديهم إنهم يتلقوا علاج كريم وينجحوا يعني عمليات أطفالهم تنجح. فأنا زي ما بقول لحضرتك طبعا الدكتور مجدي يعقوب مثل أعلى لينا جميعا، وإذا كان أنا ما كانش ليا الحظ إن أنا أكمل معاهم، فأرجو إن أنا في عملي في المجتمع المدني في أماكن أخرى أقدر أحقق نفس الرسالة. حضرتك بتحققي فعلا ولسه بتحققي كمان، ومع كل الحاجات اللي بتعمليها ولسه بتعمليها، لكن انتي لسه بتمسكي الورقة والقلم علشان تكتبي سواء في جرايد أو تكتبي كتب. انتي لسه محتاجة تعبري عن نفسك أكتر من كده؟ لأن المسألة دي طول عمرها عندي. أنا بحب الكتابة جدا، وأتيحت لي الفرصة للكتابة المتطوعة. طبعا أنا مش محترفة أو بأجر إن أنا أكتب في السياسة بطريق مباشر في إحدى الجرائد اليومية، وبكتب في إحدى المجلات الأسبوعية مقالات اجتماعية ساخرة، أحيانا مشاكل حياتية للمرأة أو للأسرة أو الحاجات اللي كلنا بنعاني منها بالطريقة اللي إحنا المصريين بنحبها، وهي إن إحنا بنسخر قليلا دون أن نجرح يعني. فلا ده مخرج للطاقة بالنسبة لي في الكتابة مهم، وبناتي بيشجعوني دايما. أنا دايما عندي فكرة كتاب كده بقالها كذا سنة، وبيشجعوني إن أنا أحاول ولو يوميا أسجل صفحتين فيها لغاية ما. هتقولي لنا فكرته؟ بصي هي فكرته لها علاقة باللي انت بتتكلمي عليه، اللي هي الحاجات اللي الواحد ما بيبقاش متوقعها في الحياة، والتحديات اللي هو ازاي بيتغلب عليها. وانا اعتقد ان كل واحدة من السيدات في مصر عندها تجربة حياتية تخصها. احيانا هي بتحس انها مش مختلفة قوي زيها زي غيرها، لكن ده مش صحيح. كل واحدة لها تجربة مختلفة، لها جوانب أثرت فيها، ممكن لما تكتب عنها يا تسعد غيرها يا إما تنبه غيرها إن أحيانا كلنا في الهم شرق زي ما بيقولوا. أنا ساعات أفكر في جانب شخصي، وهو إن أنا جايز أحفادي لما يكبروا ما بقاش أنا موجودة عشان أحكي لهم حاجات، فتبقى دي فرصة إن أنا أكلمهم بعد سنين طويلة.
مش هينفع اسيبك ولا اي ست مصريه تسيب الحلقه النهارده الا لما تقولي لها رساله. هتقولي رساله لنون تقولي فيها ايه؟ اقول لهم انتوا، ما بحبش كلمه الست ب100 راجل لان بحس انها مقياس على الراجل. شكرا ليكي، انا معاكي جدا. لا انا ما بستعملهاش ابدا، لكن انا بقول ان كل ست بطله في بيتها في شغلها. الست دي اللي بتنزل الصبح بدري تحضر السندوتشات وتوصل ولادها ولا تروح شغلها وتكافح عشان ترجع تاخدهم في حضنها وما يهونش عليها يناموا بالليل وما فيش على وشهم ابتسامه. انا بقول لها انت بطله، ربنا يحفظك لعيلتك لولادك لجوزك لاخواتك ولمصر. انت بطله. حضرتك بطله برضه. حضرتك نورتينا النهارده، وبكل اللي بتعمليه وبتفكري فيه وبتنفذيه انت بطله، وهتساعدي ستات كتيره جدا ان هم كمان يبقوا بطلات، سواء في بيوتهم لو هم اختاروا، في مجالات في شغلهم لو هم اختاروا، في اي مكان. المهم ان هم اللي يختاروا. مش مظبوط كده برضو؟ صحيح. أنا متشكرة جدا، أنا ما استاهلش كل الكلام ده، بس أنا فعلا بحترم كل ست في مصر وبحبها. إن شاء الله كلهم يحققوا اللي يتمنوه لهم ولكل اللي بيحبوهم. أشكر حضرتك جدا. الدنيا فرح، هم، نجاح وهزيمة، حمل تقيل. ولو فكرت مين اللي يقدر يشيل حمل الدنيا كلها ولا يتعبش، دور على نون.